أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية في رغيف مع سارة نبيل. رغيفنا النهاردة جواه حاكم من حكام مصر شقلب حال الناس، أمر الناس تنام بالنهار وتشتغل بالليل، وكمان اتدخل في نوع أكلهم وشربهم. منع بيع العنب والزبيب والعسل إلا بشروط، ومنع زراعة وأكل الملوخية والجرجير، ومنع ذبح البقر والجاموس، وأمر بقتل كلاب الشوارع، ومنع صلاة التراويح في الجوامع. وخد عندك منع صناعة الأحذية الحريمي، واللي ما كانش بيعجبه كل الجنان ده كان بيتذبح في الحال. لكن في سؤال مهم بيطرح نفسه، هل فعلا عمايله دي كانت جنان؟ وهل مات الحاكم ده عريان مالط على ايد امرأة؟ تابع معايا القصة لآخر الحلقة واحكم انت ان كانت عمايله دي جنان ولا ليها اسباب منطقية. اولا، مين هو الحاكم الغريب الاطوار ده؟ هو الخليفة المشهور بالحاكم بأمر الله، اسمه المنصور ابن العزيز بالله ابن المعز لدين الله. طبعا واضح انه حفيد المعز لدين الله، وكل اهل القاهرة عارفينه. هو المنسوب اليه شارع المعز المشهور جدا، وهو صاحب تسمية مدينة القاهرة باسمها القاهرة، والناس بتقول دايما قاهرة المعز. اتولد الحاكم بتاعنا ده في مصر سنة 985 ميلادي، وتولى الخلافة وهو عنده 11 سنة بعد وفاة أبوه، واستمر حكمه من سنة 996 إلى 1021، يعني حكم بتاع 25 سنة. صغر سنه ده ادى فرصة لكبار الدولة انهم يسيطروا على الحكم، وبالتالي كان الحاكم بأمر الله مجرد خيال مآت طرطور يعني. ومن الناس اللي سيطرت على الحكم أبو محمد ابن عمار، ومن بعده جه برجوان. لكن لما الحاكم بلغ 15 سنة اتخلص من محمد ابن عمار وبرجوان، وبقى هو المسيطر من بعد ما كان مجرد منظر. الحاكم بأمر الله جمع بين صفتين صعب الجمع ما بينهم، الديكتاتورية والزهد. عمركش شفت ديكتاتور زاهد؟ أديك هتشوف. من مظاهر زهده انه رفض يلبس العباية والعمامة المرصعين بالذهب والأحجار الكريمة اللي كان بيلبسها أجداده الحكام من الفاطميين، واكتفى انه يكون عنده عبايتين، واحدة في الصيف من الكتان والعباية التانية من الصوف في الشتاء. مش بس كده، ده كمان كانت وسيلة انتقاله مجرد حمار. وبجانب زهده كان الحاكم بأمر الله بيتسم بقدر كبير من العدل والمسؤولية والشفقة على الرعية. كان بيركب حماره متنكرا ومتخفيا، ويمشي في شوارع مصر يتفقد أحوال الناس ويرصد المظالم، وبلغ بالرأفة على الشعب إنه امتنع عن جمع الضرائب من الناس، بل كان بيوزع فلوس كتير على الفقراء. في المقابل وعلى النقيض تماما من زهده وطيبته كان ديكتاتور شديد الديكتاتورية. كان بيحط قوانين اللي يخالفها مش يتسجن، يا ريت يتسجن، ده كان بيتذبح في الحال. وبالتالي هذا الرجل الرقيق الحنين كان دموي، الاتنين في واحد. ازاي؟ معرفش، لو تعرف ابقى قولي. في عهده كان بيحصل جفاف وفيضان للنيل، في كلتا الحالتين كانت كارثة، والزرع بيشح وبالتالي الأسعار تغلى، وكان مانع التجار من احتكار السلع، والتاجر اللي يخالف أوامره يتقتل في الحال. وكان شيعي فاطمي متعصب عمى، وبالتالي مش بيقبل المخالفين زي أهل السنة والمسيحيين واليهود على حد سواء. من مظاهر كراهيته للمذهب السني كان بيؤمر بكتابة عبارات السب لأبي بكر وعمر على جدران المساجد، وبلغ بالأمر إنه منع صلاة التراويح وصلاة الضحى، وطبعا اللي يصليهم انتوا عارفين. طبعا احنا عارفين الشعب المصري بيمتاز بخصلة كيد العوازل. كان أهل السنة يغيظوا ويكيدوا الشيعة بأكل الملوخية والجرجير، على أساس إن الملوخية هي أكلة معاوية بن أبي سفيان المفضلة، والجرجير هي أكلة السيدة عائشة بنت أبي بكر. وطبعا معاوية وعائشة من الرموز المكروهة عند الشيعة. والسني كان كياد مبالغ في الكيد بشكل مستفز. كان الواحد منهم يمشي في الشارع وقال إيه بيغني للملوخية والجرجير، يسكت بقى الحاكم بأمر الله فشر، هو كمان هيعيل معاهم، قام قايل بلاها ملوخية وجرجير، واللي هظبطه بملوخية وجرجير انتوا عارفين. وكانت الستات بيطبخوا الملوخية في السر، لكن للأسف الست منهم بتتقفش متلبسة بسبب ريحة تقلية التوم، ولما كانت الشرطة تطب عليها تقوم تعمل ومن هنا نشأت ظاهرة شهقة الملوخية وتحولت لتراث شعبي. في الأيام دي كان في حمامات عمومية عشان الناس تستحمى فيها، ما كانش حد بيستحمى في البيت، وكان ساعتها في موضة غريبة، الستات كانوا بيستحموا عريانين ملط قدام بعضهم، وطبعا ده سلوك غير مقبول عند أي حد عاقل أو مجنون.
ومنهم الحاكم بأمر الله كان رافض السلوك المشين ده، ورغم رفضه وشدته اللي انتوا عارفينها، لكن الحاكم بأمر الله يبهرنا مرة أخرى بتناقضاته، ويبدأ رفضه للسلوك ده بالذوق، بأنه طلب من الستات إنهم يستروا نفسهم لما يكونوا مع بعض، لكن مجموعة من الستات ما التزموش، فأمر الحاكم بأمر الله بإلقائهم في النيل وغرقهم، وقرر ساعتها حبس الستات في البيت ومنعهم من الخروج، وعشان يضمن حبس الستات في البيت منع صناعة الأحذية الحريمي. طبعا القاهرة ساعتها كان أغلبها صحراء، وكانت ولا زالت وستظل شديدة الحرارة، وعشان الحاكم بأمر الله كان كيوت زي ما قلنا قبل كده، قلب الآية البيولوجية وأمر بالنوم في النهار والعمل بالليل، شفقة على حال الناس من حر القاهرة. ومن الطريف إن الحاكم بأمر الله قفش واحد شغال في دكانه بالنهار، فلامه وعاتبه: مش أنا مانع الشغل الصبح، ليه بتخالف الأوامر؟ فرد التاجر: مش مخالفة ولا حاجة، دي مجرد سهرة في الدكانة. يعني الراجل مسمي الافتتاحية بتاعته بالنهار سهرة. ومن كتر ما كان بيتفقد الرعية على حماره متنكر، كانت كلاب السكك بتطرده، فأمر بقتلها. وعشان يضمن عدم إنتاج الخمور منع زراعة وتداول العنب والزبيب والعسل إلا بشروط. والحاكم كانت له رؤية اقتصادية، كان مدرك إن البهايم ثروة حيوانية مش بس للأكل، لكن كانت معينة في الزراعة منتجة للسماد الطبيعي، فمنع ذبح الأبقار والبهايم. وفي وقت عيد الأضحى كان بيسمح بذبح بهايم استثنائية، اللي هي مش هتفيد في الزراعة، يعني اللي بتعرج مثلا أو الكبيرة في السن. ويا عيني الحاكم بتاعنا مات في عز شبابه وهو 35 سنة، سنة 1021، موتة غريبة، وغالبا كده مات عريان ملط. ازاي؟ كان متعود ياخد حماره ويطلع يقعد في جبل المقطم مع نفسه، فمرة طلع والناس استنوه يرجع لكن بح، خرج ولم يعد. دوروا عليه يمين شمال مفيش أي أثر، وفجأة عثروا على حماره واقف وهدومه مرمية متغرقة دم، وبكده هو غالبا مات عريان، لكن فين محدش عارف. طب مين اللي برضه محدش عارف، لكن أصابع الاتهام والاشتباه موجهة للسيدة أخته ست الملك، هي المتهمة الوحيدة لأنه تقريبا طعن في شرفها. وإلى اللقاء في رغيف آخر.